مين ما بيحلمش يقضي أجازة ممتعة في واحدة من أجمل المدن الأوروبية ويستمتع فيها بأجمل المزارات السياحية؟ هنكلمكم النهاردة عن أهم المعالم السياحية اللي هتستمتعوا بيها وانتوا في أجمل مدن دولة ألمانيا، مدينة دريسدن. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. رحلتك لمدينة دريسدن هتكون تجربة مثالية، وده لأنك هتستمتع فيها بتجارب وزيارات مدهشة، فهي بتعتبر من أهم المدن السياحية في ألمانيا. دريسدن مدينة فريدة قدرت تجمع بين التاريخ والعراقة مع مزيج من الحداثة والعصرية. المدينة بتستمتع بإطلالات خلابة على نهر إلبا الشهير، وهي مكان مثالي تقضي فيه أجازتك وسط أجمل المزارات والمعالم السياحية الخلابة. ومن ضمن المعالم اللي هتستمتع بيها في دريسدن قصر زوينجر، ده مكان ولا أروع. لو كنت بتحلم بالتقاط صور تذكارية مذهلة، فهو من أقدم القصور في المدينة وفي ألمانيا كلها، علشان كده بيتميز بمعماره الفريد وطراز بنائه الرائع وتصاميمه الفريدة المأخوذة من النسق الباروكي اللي اتشهرت بيه أوروبا في العصور الوسطى. من الأماكن الفريدة اللي هتستمتع بزيارتها وانت في دريسدن هي الحديقة العظيمة. زيارتك للحدائق بشكل عام بتديلك طاقة إيجابية وبتشحنلك مخزون سعادتك، لكن وانت في الحديقة العظيمة بدريسدن السعادة والطاقة هيبقوا دبل. فالحديقة دي من الحدائق الخلابة اللي بيرجع تاريخها للقرن ال19، بتتميز بمساحة واسعة وكبيرة بتوصل لحوالي 2 كيلومتر، وانت فيها هتقدر تستمتع سواء كنت لوحدك أو مع أسرتك بجولات مرحة هتشوف فيها أجمل المناظر الخضراء الخلابة، وهتستمتع بأوقات من التأمل والاسترخاء في مناطق الجلوس المخصصة مع إطلالات هايلة على البرك المائية اللي بتمتلكها الحديقة. بالإضافة إنك هتستمتع بمجموعة من الصور التذكارية مع النوافير والمنحوتات المنتشرة في الحديقة. ولو حبيت تاخد زيارة سريعة في واحدة من أهم وأجمل المعالم المعمارية والتاريخية وكمان السياحية في دريسدن، فأنت لازم تزور كنيسة فراون كيرش، واحدة من أقدم وأعرق المعالم في المدينة، بيرجع تاريخها للقرن ال18، وبتبهر كل اللي بيتردد عليها بروعة تصاميمها وفنونها المعمارية الخلابة. عشان كده هي بتعتبر مزار سياحي جذاب لكل السياح. من ألطف وأرقى الأماكن اللي هتستمتع بزيارتها في دريسدن هي دار الأوبرا. دار أوبرا دريسدن والمعروفة باسم سيمبر بتطل على نهر إلبا. المكان ده عريق جدا وبيرجع تاريخه للقرن ال18، اتقدم عليه عروض من أرقى العروض من أشهر الفنانين على مستوى العالم، وما زال لحد دلوقتي موطن للفنون والعروض الراقية العالمية. عشان كده لازم تستمتع بألطف السهرات والأوقات في دار الأوبرا بدريسدن. ولو كان نفسك في زيارة مرصعة من الكنوز المختلفة، فيبقى لازم تزور متحف القبو الأخضر، المتحف اللي بيرجع تاريخه للقرن ال17 واللي بيعتبر من أشهر المتاحف مش بس في دريسدن ولا في ألمانيا، ده في العالم كله. وده لأن المتحف بيمتلك أكبر قدر من الكنوز اللي تم اكتشافها على مر التاريخ من العصر الباروكي. الجولات اللي هتعيشها في المتحف جولات راقية من نوع مختلف وسط الأنتيكات والتحف الخلابة. وبكده نكون قدمنا لكم نبذة صغيرة ما تجيش حاجة جنب روعة المعالم السياحية اللي هتلاقوها في مدينة السحر والجمال دريسدن في ألمانيا. لو عجبتكم حلقتنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. استنونا في حلقاتنا الجاية.